كان في طالب بيذاكر بضمير، بيحفظ كل كلمة، بيحل الأسئلة اللي في الكتاب، وكان فاكر إن كده مستعد للامتحان. لكن أول ما فتح امتحان من السنين اللي فاتت حس بالصدمة. الأسئلة شكلها غريب، أفكار جديدة، حاجات ما كانش متوقعها، والوقت بيجري منه وهو لسه مش عارف يجاوب. حس بالإحباط وقال لنفسه: إزاي أكون مذاكر كل ده وبرضه مش عارف أحل؟ في اللحظة دي قرر يعمل تجربة. مسك امتحان سنة فاتت، قعد يحل كأنه في اللجنة بالظبط. ظبط الساعة وبدأ يجاوب من غير ما يبص في أي حاجة، وبعد ما خلص بص على إجاباته واكتشف الحقيقة. كان بيغلط في حاجات المفروض تكون سهلة، أسئلة معينة ضيعت منه وقت كبير، وفي أفكار متكررة بس هو ما كانش واخد باله منها. ساعتها فهم إن المشكلة مش في المذاكرة، المشكلة في إن هو مش متعود على شكل الامتحان نفسه. من اليوم ده قرر يغير طريقته، بقى يحل امتحان كل يوم وبعده يراجع غلطاته، يسأل نفسه: ليه الإجابة دي غلط؟ ليه السؤال ده خد وقت؟ وبدأ يلاحظ حاجة مهمة جدا: في أسئلة شبه بعض بتتكرر كل سنة، نفس الفكرة، نفس الطريقة، ولو حل امتحانات كفاية هيبقى عارف الإجابات حتى من قبل ما يفكر فيها. بعد أسابيع من التدريب حصلت المفاجأة. مسك امتحان جديد ولقى نفسه بيجاوب بسرعة، عارف شكل الأسئلة وعارف إزاي يقسم وقته. دخل الامتحان الحقيقي وهو واثق من نفسه، حل بهدوء وخرج وهو متأكد بإذن الله إنه هيجيب درجات عالية، والنتيجة نجاح كبير من غير توتر ومن غير مفاجآت. الحقيقة اللي اكتشفها كانت بسيطة جدا: المذاكرة لوحدها مش كفاية، التدريب على الامتحانات هو اللي بيصنع الفرق. لو عاوز تدخل اللجنة وانت مطمن، جرب الطريقة دي وابدأ من النهاردة. وبالتوفيق للجميع. ما تنساش المشاركة والإعجاب والتعليق عشان الكل يستفيد. أنا عبد الرحمن شريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.